صباح السعاده وصباح الفل وصباح كل حاجه حلوه عليكم ان شاء الله. احنا ان شاء الله هنعمل فيديو حلو قوي قوي قوي. هنعمل صينيه الكفته بالبطاطس. احنا طبعا دلوقتي عدنا بنعمل الاكل بدري، كنا بنعمل الغدا براحتنا. دلوقتي اولادنا كلهم في المدارس وبقوا جايين محتاجين ان هم يتغدوا او يلاقوا حاجه ياكلوها قبل ما يروحوا الدروس. كلنا طبعا ملناش بركه الا اولادنا، ويا رب كده يهديهم لنا وينجحهم كلهم اجمعين يا رب العالمين. احنا طريقه سهله هنعمل صينيه الكفته بالبطاطس، طريقه حلوه قوي قوي وهتعجب الكل. قبل ما نبدا هنقول ما تنسوناش والله كل اشتراك، وهنقول لكم المقادير. مقاديرها سهله ومش هنخليكي تقفوا خالص في المطبخ. اهم حاجه ان احنا ما نطولش في المطبخ، فانا ربنا يقدرني ان انا اعمل الحاجه اللي ما نقدرش نقف في المطبخ فيها. معايا نص كيلو لحمه، معايا بصلتين حلوين دول للحمه، معايا برضو معلقه هريسه، معايا هنعمل صلصه هنعمل لها قول نص كيلو طماطم، معايا بصله حلوه برضو. احنا حاطين الزيت على النار هنفرغه. البصل هنحط البصل بسم الله. طريقه حلوه قوي قوي. عاوزه تاكليها برز ابيض، تاكليها برز شعريه، تاكليها بعيش، طبعا براحتك خالص اللي انت عاوزاه اعمليه. انا بس هقول لك على الحاجه، يعني الحاجه هتتعمل وانت براحتك خالص، عاوزه تاكليها براحتك خالص. اهي هنصفر البصله معانا. على فكره انا ما بحبش اكتر اي دهون، يعني بحط كفايه معلقتين قوي قوي زيت، مش كبار كمان. يعني انتوا تلاحظوها ان انا ما بحبش الدهون كتير في، يعني اي زيت ما بحبش ان انا اكتر اي حاجه يعني فيها دهون، سمنه زيت حاجات من دي، عشان برضو صحه ولادنا وصحتنا تحفظ الجميع يا رب العالمين. البصله هنصفرها معاكم فرد، مش هنحمرها قوي زياده عن اللزوم. انا هحط بقى معلقه هريسه اهي، هتحط البهارات، هنحط فلفل اسمر. احنا طبعا هنحط برضو معلقه بهار لحمه بس مش دلوقتي خالص، وممكن برضو تستغنى عنها لان انت هتحط في اللحمه يعني ايه بهار كده. خلاص نحط الطماطم بتاعتنا بسم الله. اهي هتسيبها بقى تتسبك خالص، ونحط شويه الملح بتاعهم، يعني نحط معلقه بس. هنغطي عليها ونرجع عشان نعمل الكفته. ده الملح، عندك معلقه بابريكا حط بس بكفايه، مش هحط، هو اللون كده حلو لما تستبك في بعضها تلقاها لونها جميل. هنخلص نسيبها براحتها خالص، وبعد كده نروح نعمل الكفته. احنا هنحط الاول البصل، هنديله فرمه حاجه بسيطه. معانا كزبره هي دوبك بس، حتى لو حزمه بس كزبره بس، هنحوش العيدان بتاعتها وهنحط الورق. هو طريقتها سهله وزي ما قلت لك مش هتاخد منك اي وقت. بسم الله، الله اكبر. خلصنا، هتتفرم شويه بس مع اللحمه عشان ما تصفاش ميه. انا بعد كده هحط ايه؟ انا هحط كزبره، اهم حاجه ما تحطش العيدان بتاعتها اهيت. بسم الله. طريقه مش هتاخد منك اي وقت ومش هتوقفك كتير في المطبخ. برضو كده احنا خلصنا الكزبره مع البصل. هنحط اللحمه، لو عاوزه تعمليها بايديكي مفيش اي مشكله، بس الكبه هتريحك، واللي ما عندهاش كبه تعملها بقى عادي مفيش اي مشكله تعملها. اللي ما عندهاش كبه تعملها بايديها. احنا هنحط البهارات، معلقه بهارات 7 بهارات، معانا فلفل اسمر، ومعايا الملح 7
بهارات، فلفل اسمر، ملح بس. هنحط معلقه هريسه بس مش دلوقتي، بس هحطها دلوقتي بالمره اهي، معلقه صغيره بس كده اهو اهي، عشان برضو اللي ما بيحبش الحاجه يعني حراقه ما يحطهاش. انا بحب احط بس معلقه بس كده، بس مش كبيره. خلصت كده، خلصنا الكفته بعد ما عملتها في الكبه اهي. حطينا فلفل اسمر، حطينا 7 بهارات، معلقه هريسه بس، والبصل وكزبره. بقى معانا بصل قطع جوليان، طماطم جوليان، وفلفل بنفس الطريقه، والبطاطس انا حطاها في ميه عشان ما تسمرش. احنا الاول هنعمل الراس ديت هنعملها مدوره، وبعد كده هنشوف هنوريكم احنا هنعمل ايه. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. خلصي الكميه كلها اهي بنفس الطريقه. لازم تتعجن حد يعني عجينه مظبوطه كده عشان ما تفكش معاكي اهي. ولا هنقف في المطبخ لا ساعه ولا ساعتين، مش هتاخد مننا اي وقت. شوفوا اهو، طريقه سهله وطريقه جميله وما بتاخدش اي وقت مننا، اكله في ثواني اهي. خلص الكميه كلها كده. خلصنا لسه برضو في كفته هتتعمل كمان، بس لسه برضو هنحطها في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هديها تحميره يعني مش حمره زياده عن اللزوم. بسم الله. لو مش عاوزه تحمريها براحتك، بس انا بحب احمرها. ادي لها تحميره حاجه بسيطه انت تحمر اهي. على ما تحمر هنقوم جايبين البصل ده، لو انت عاوزه تحطيه برده مع الكفته تبقى واحده كفته، واحده طماطم، واحده فلفل، واحده ايه يعني براحتك. لكن انا هعمل حاجه حلوه قوي هتدي كمان ريحه للكفته حلوه قوي. وهعمل فيها ايه بقى كده اهي. عشان البصل الملح يدبل البصل بس، مع الفلفل الاسمر ومع الملح تبقى حلوه اهي. لو عاوزه تحطي طماطم في الارضيه حطي، بس انا هوريكم احنا هنعمل ايه، يعني هنكمل الصينيه ازاي. احنا هنعمل اهي تحمر يعني تصفريها بقى، يعني ما تحمرها زياده عن اللزوم اهي. هنطلعها. اهم حاجه ان هي تبقى ماسكه نفسها زي ما قلت لك. عاوزه تعمليها من غير ما تحمريها براحتك، كده ماشي وكده ماشي اهي. بسم الله. نخلص كل الكميه ديت وهنرجع نوريكم هنعمل الصينيه ازاي. احنا دلوقتي خلصنا تحمير الكفته، بس في حاجه لان هنعمل ايه. هحوش البصل ده كده ونحط الطماطم، معلش لان انا عندي بنتي ما بتحبش الطماطم خالص، فانا لازم اشتلها عشان ايه واحط عليها البصل. قد ما الطماطم حلوه وجميله وفوائدها مش وحشه يعني، بس هي سبحان الله اهي. حط كمان طماطم بتديها طعم حلو وريحه جميله لما بتيجي تاكلها مع رز ابيض او رز بشعريه، بتدي طعم حلو قوي قوي. بس اهي كده خلاص. شوفي اهي، احنا لازم نمشيها. شوفوا بقى انتوا لو عاوزين تعملوا طريقه مثلا، هنجيب فتايه
بنفس الطريقه، وعليها ايه، وعليها بتاع فلفل، وبرده تحطوا طماطم، لكن انا مش هحط طماطم اهيت اهي عشان ما نزعلهاش. هنحط بنفس الطريقه، بقولك طماطمايه، بطاطسايه، ممكن بتاع بصل برضو، بس انا مسكت البصل زي ما عملته كده، فلفل وملح، وقلنا نحط عليه، نحطه في قلب الصينيه اهيت بنفس الطريقه. هنعمل الطريقه كلها بنفس الطريقه، طريقتها طريقه حلوه وان شاء الله جميله قوي قوي اهيت، ما بتاخدش مننا اي وقت، بكفايه بس الطعم بتاعها. انا عملتها بطريقه تانية، يعني انا كان نفسي احط بطاطسايه بكفته فلفل طماطم، بس هي بقى مش عاوزه حاجه من دي. بس احنا يعني حطينا برضو في الارضيه، عشان بقول لكم اللي عاوز يعمل كده ماشي، وبرضو كده ماشي يعني بقى. اهم حاجه ان هي تاكل الحاجه وكده. كده احنا خلصنا الصينيه. دلوقتي الصوص اللي نازل ده بيبقى طعمه حلو قوي، ما يترماش، لان ده بيدي طعم حلو قوي قوي قوي، زي ما بيقولوا دي البهاريز بتاعته. احنا دلوقتي دي الطماطم اللي احنا سبكناها، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحطها على الوش. انا مسخنه الفرن اهي، مسخنه الفرن، وان شاء الله لازم الفرن يبقى سخن. هنحط الصينيه في الفرن، ولما تطلع هنوريها لكم صينيه الكفته والبطاطس عامله ازاي. خلصنا الفيديو، بسم الله ما شاء الله، صينيه كفته بالبطاطس هي بطاطس بسم الله ما شاء الله دايبه خالص، والكفته بنفس الطريقه هي بسم الله ما شاء الله، والريحه احلى والطعم احلى. وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.